ريال مدريد يغري ألفونسو ديفيز لخطفه من بايرن ميونخ. كشفت تقارير صحفية أن ريال مدريد الإسباني يواصل إغراءاته لضم الكندي ألفونسو ديفيز لاعب بايرن ميونخ تمهيدا للتعاقد معه في الانتقالات الصيفية. وأكدت صحيفة وصل الإسبانية أن مسؤولي البايرن يشعرون بالقلق من سعي ريال مدريد لضم الكندي ألفونسو ديفيز. يرتبط ألفونسو ديفيز بعقد مع الفريق الألماني حتى يونيو لعام 2025، وأسعى مسؤولوه للتوصل لاتفاق مع اللاعب لتمديد عقده لمدة موسمين. وأضافت الصحيفة أن ريال مدريد يستهدف ضم نجم بايرن ميونخ في ظل عدم اقتناع إدارة الميرينجي بالظهير الفرنسي فيرلاند مندي، حيث توجد إمكانية لرحيله عن سانتياغو برنابيو هذا الصيف. وقالت الصحيفة الإسبانية أن الريال يتابع اللاعب الكندي منذ فترة طويلة، وأصبح هدفا فعليا للفريق الملكي، خاصة أنه لم يجدد تعاقده مع البايرن حتى الآن. فيما زعمت صحيفة بيلد الألمانية أنه في حال استمر اللاعب على موقفه بعدم تجديد عقده مع البايرن، فإن النادي قد يفكر في بيعه هذا الصيف لكي يحصل على أكبر عائد مادي ممكن، لأن سعره سينخفض في صيف عام 2024 نظرا لأنه سيتبقى سنة واحدة فقط في عقده. وتعاقد ريال مدريد مع 4 صفقات صيفية حتى الآن، متمثلة في إبراهيم دياز وفيران غارسيا وجود بيلينغهام وخوسيلو. ولعب ديفيز مع بايرن ميونخ 38 مواجهة في مختلف المسابقات بالموسم الماضي، أحرز خلالها 3 أهداف. أرسنال سيلجأ لضم نجم ريال مدريد إذا لم يوقع مع كاسيدو. ذكرت تقارير إنجليزية أن نادي أرسنال الإنجليزي يواصل بجدية التحرك في سوق الانتقالات الصيفية لتعزيز فريق المدرب مايكل أرتيتا من أجل ضمان قدرته على التنافس على الألقاب في الموسم الجديد. وبعد أن ضمن أرسنال وصول كاي هافرتز من تشيلسي، فمن المقرر أن يعلن وصيف الدوري الإنجليزي قريبا عن وصول ديكلان رايس إلى ملعب الإماراتي قريبا، مع احتلال أرسنال المركز الثاني خلف مانشستر سيتي في دوري الإنجليزي الممتاز الموسم القادم. يأمل مايكل أرتيتا في تحسين فريقه خلال موسم 2023-24، ويعد تحسين المراكز الأساسية أمرا حيويا هذا الصيف. يريد أرسنال تعزيز خط الوسط بعنصر آخر وهو اللاعب الإكوادوري مويسيس كايسيدو، ولكن يبدو بأن تشيلسي هو الأوفر حظا للحصول على خدماته. إذا لم ينجح أرسنال في الوصول إلى كايسيدو، فسوف يقوم بمحاولة إقناع ريال مدريد بالتخلي عن لاعب الوسط الفرنسي رولين تشاوميني، وهي صفقة قد تكلف أرسنال 100 مليون يورو، ولكن مع ذلك قد يتطلع الريال إذا وافق على فكرة بيعه إلى الحصول على أرباح أكبر من بيع نجم موناكو السابق. مع ذلك يبدو بأن من غير المرجح أن يتخلى ريال مدريد عن لاعبه الفرنسي الذي يعتبر من أفضل لاعبي الوسط في أوروبا من حيث المقاييس الدفاعية، وسيكون حريصا على إبقائه معه لسنوات طويلة. رغم حسم الاتفاق، صفقة برشلونة التركية مهددة بالفشل بسبب ريال مدريد. ذكرت تقارير صحفية اليوم الأحد أن هناك منافسة قوية بين ريال مدريد وبرشلونة للتعاقد مع اللاعب الشاب أردا غولار. ويبلغ اللاعب التركي 18 عاما ويلعب مع فريق فنرباتشا التركي، وكان فريق برشلونة قريب من حسم الصفقة قبل تدخل الريال. ووفقا لصحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية، وصلت المفاوضة لضم أردا غولار لمراحل حاسمة مع برشلونة بعدما سافر ديكو المدير الرياضي للنادي الإسباني إلى اسطنبول للاتفاق مع النادي التركي وعائلة اللاعب. وتابعت أن برشلونة اقترح دفع جزء من الشرط الجزائي للاعب والبالغ 17.5 مليون يورو الآن، وتركه على سبيل الإعارة لموسم في فنرباتشا، ودفع المبلغ المتبقي العام القادم. وكشفت الصحيفة أن الريال قدم عرضا للنادي التركي لضم اللاعب، وهو يعتمد على 3 أقساط بقيمة 50% من الشرط الجزائي والتوقيع ب25 من الشرط، وبعد 12 شهرا نسبة 25 المتبقية. بالإضافة إلى ذلك، سيمنح ريال مدريد فنرباتشا 20% من صفقة بيع مستقبلية لأردا غولار. وكانت هناك بعض الشكوك حول بند الشرط الجزائي، لأن غولار اضطر إلى اللعب 1500 دقيقة مع فريق اسطنبول طوال الموسم الماضي، بحيث يصل إلى 17.5 مليون يورو، وإلا فإنه كان سيكلف 5 ملايين فقط. لعب غولار 35 مباراة مع فريقه بالموسم الماضي، وسجل 6 أهداف وصنع 7 تمريرات حاسمة. ماركا تصدم جمهور ريال مدريد بشأن مبابي. صدمت صحيفة ماركا الإسبانية جمهور ريال مدريد بخصوص التعاقد مع الفرنسي كيليان مبابي من نادي باريس سان جيرمان الفرنسي في فترة الانتقالات الصيفية الجارية. وأوضحت الصحيفة المقربة من أسوار ريال مدريد في الساعة الأولى من صباح الأحد أن تعاقد الريال مع مبابي أصبح شيئا مستحيلا في الوقت الراهن، حيث يستمر كيليان مبابي في انتظار أفضل عقد ممكن يجعله يحصل على أكبر قدر من الأموال، مع عدم تخليه عن الأموال في العقد القادم مع باريس.
يرغب مبابي في الحصول على 240 مليون يورو حال حمل حقائبه ورحيل عن قلعة سانتياغو برنابيو في الصيف الجاري، ما جعل الميرينجي يظن أن الأموال فقط هي ما تسيطر على تفكير اللاعب. أشارت ماركا إلى أن الريال لا يثق في أي شيء يقوله مبابي ولن يصدقوه حتى يوقع بشكل رسمي على عقد انضمامه للوس بلانكوس في مطلع يناير القادم إن قدر للصفقة الوصول لبر الأمان. ووفقا للصحيفة المدريدية فإن الريال بدأ يحول وجهته إلى خيارات أخرى مع اعتراف النادي داخليا بأنه لا يوجد لاعب مثل مبابي في السوق، لكن الإدارة ستعمل على إكمال الفريق بصفقات قوية.